قد جربتوه من قبل. المشدات العادية ترتب الجسم تحت الفساتين للمناسبات والأعراس وبس، مفعولها لحظي. من تفسخون المشد كل شيء يرجع يترهل والكرش ترجع تنقز والزوايد. مشد غير لاستخدامين، سواء بتلبسونه بشكل مؤقت للفساتين للأعراس يرتب الجسم، أيضا الاستخدام الثاني والأهم وهو اللي مخلينا مشهور أشهر من النار على العلم، إنه يسوي كونتور وشيبنج للجسم، يرسم الجسم، يصغر ويضعف مقاسات الخصر والبطن، ويخلي البطن يمسحها يلصق في الظهر لين ياخذ البطن والخصر هالكبر كبر الخاتم بالصبع كأنك مكسرة ضلوعك. كل حد بيقول عنك كأنك مكسرة ضلوعك. حتى الزوايد اللي تكون هني في الابط او ورا في الظهر، هاي المنطقة بالكامل يضعفها بنات طبعين تصغرين من هني لين توصلين لمرحلة حتى لما تفسخين المشد الجسم مرسوم ومنحوت، لان جسم الانسان عبارة عن عجين يتشكل على حسب القالب اللي احنا نلتزم فيه، خاصة لان مسواه فابريك وتكنيك معين فيه سر يصغر المقاسات من عند الخصر والبطن، فتوصلين لمرحلة كأنك مسوي عملية نحت من غير عملية. حتى لما تفسخين المشد الجسم مرتب ومنحوت والخصر كبر الخاتم بالصبع. واهم نقطة في نفس الوقت ما يضغط على الجزء السفلي او الارداف او الجوانب او من وراء من الخلف ولا يصغر، بالعكس يرفع ويبرز يرسم بطريقة كولومبية جميلة ومريح فوق ما تتصورون وما يبين تحت الفساتين. اما البنوتات اللي عندهم خفسات على الجوانب او ما عندهم من هني، يعني عندهم شي حفر على داخل او ما عندهم دهون من الخلف من ورا ويبون يكبرون، هذا المشد ممتاز بنات، يعبي يعطي كيرف للخصر في نفس للحوض يعني، وفي نفس الوقت يزم الخصر ويكبر من وراء بشكل طبيعي الملمس، والشكل تحت الفساتين يكون طبيعي ما يبين انك لابسه شيء نهائيا. مشد اليدين والزنود بنوتات يضعف اليدين ويشد الترهلات ويمنع من تكون الطبقات في الظهر، او حتى اللي يكون من البرا من الحماله الداخليه يمنع تكون حفره. كذلك عندكم حماله الصدر او مشد الصدر ممتاز جدا، كذلك يكون ويرسم ويرفع ويشد الصدر وفي نفس الوقت ايضا يمنع تكون الطبقات في الظهر او تحت الباط. تخسيس عشوبه بنوتات اللي ضعفت عليها 40 كيلو، كل البنات يسالوني مروه كيف ضعفتي؟ كيف وجهك صار اضعف؟ كيف عظام كتفك حتى بانت؟ يضعف من 3 ل 5 كيلو في الشهر بدون. رموش الجميله بنوتات، شوفوا تبارك الرحمن محلى الرموش كيف تعطي سحبه حلوه للعين وتكبر العين وترسمها بطريقه جميله، تشوفوا محلاها. هذه رموشي المغناطيسية كانت مخلصة توفرت توها أمس وصلتنا بنوتات، تستخدمينها أكثر عملية استخدام عادي ما تخترب، لأنه ما تحطي فيها لصق، بدون لصق، مغناطيسي وسريعة وعملية وسهلة بنوتات وشعر طبيعي وايد حلو فوق ما تتصورون، وما تخز العين ولا تحسس العين لأنه بدون لصق يعني، ولا تسبب حساسية أو طيب. أقوى زيت شعر في التاريخ صدق يعني، خلوا كلام الإعلانات والدعايات على صوب. أنا وإحنا من الناس نفس الشيء، وصلت لمرحلة في فترة من الفترات كان عندي تعلبة وعندي فراغات في راسي، أيست ما خليت علاجات، ما خليت أدوية، ما خليت حبوب، إبر، كل شيء استخدمت، ما كان في شيء يفيدني أو ينفعني أو يعبي لي الفراغات. كنت أصور للبنات كيف النتيجة كانت بعد ما استخدمت الزيت، كيف نبت لي الشعر تبارك الرحمن، عبى كل الفراغات حتى ما يبين مفرق الراس من كثافة الشعر، صدق يخلي شعرك كأنه مزرعة يعني، صدق كأنه بترول للشعر، يخليه كثيف كثيف فوق ما تتصورين وحيوي، ويطول الشعر بسرعة رهيبة بتنصدمون، والأحلى من هذا إنه يوقف تساقط من أول استخدام. عطورات الثلاثة هذيلا نزلتهم في خريف الظفار فقط، ما يحتاج أشرح لكم عن الريحة ولا أقول لكم كيف طر وخيال وموت، ما يحتاج، فيعني اقول لكم بدون ما اصورهم اساسا مخلصات باقي حبه 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 من كل واحد، اقسم بالله العلي العظيم يصيرون سولد او استحمال. الحقوا عليهم وانتم مغمضين عيونكم، اللي يثقون فيني بدون ما يروحونهم، اللي تثق فيني وتعرف كيف انا ذوقي انيق وكشيف وما يعيبني اي عطر وما اصور لكم اصلا اي عطر، فما بالكم لو انا كنت مسويه تركيبه العطورات ومختارتها بمزاجي. الموت الحمر قنبله نار وشراب، قسما بالله الروايح عند الطير من السماء. بتدعوا لي عليهم، واحد فرنسي واحد عربي، واحد فرنسي مع عربي ميكس، الروايح فظيعه فظيعه، الواحد 15 ريال بعد الفصل كان 25 ريال وباقي حبه من كل نوع بس. مزيل العرق هذا بنوتات دائما لما استخدمها كل الناس يسالوني مروه شو الدخول اللي متدخنه فيه، مع اني مش متدخنه ومع انه علاجي، متخيلين؟ يعني علاجي طبي، هو اساسا لتفتيح وتبييض الابط، بتنصدمون بالنتائج كيف سحر، ما بتكملون اسبوع من الاستخدام يشيل كل السواد، سواد السنين والتصبغات والحروق اللي في الابط. غير عن كذا ايضا يشيل الروائح المزعجه الكريهه اللي تسبب احراجات، يخلي ريحه خنينه تفوح جميله طول اليوم. ما يحتاج اتكلم واشرح صح؟ جمال البشره يصدكم، تشوفون اللمعه اللي في البشره؟ تشوفون؟
هذا مو بزيت، هذا مو بكريم. كل حد يسالني مروه يوم تشوفك في الطبيعه ننصدم ان بشرتك تبارك الرحمن كأنها فلتر، يعني في التلفون كنا نتحرى انها مفلتره او فلتر، طلعت في الطبيعه صدقا فلتره كيف كذي. ففي ناس يسالون شو مكياجك؟ مروه شو الفاونديشن كريم الاساس تستخدمينه؟ عيست وانا اقول لكم مش من كريم الاساس، هذا واقي الشمس بالفيتامينات علاج بنات، عقب ما تحطينه يعطي نضاره للبشره، يفتح يبيض يشيل الهالات السوداء تحت العين، وعقبه حطي اي كريم اساس تبينه يصير قطعه واحده ما يخطط طول اليوم وكأنه سيراميك زجاجي. وفي معاها كريم، الكريم هني مخلص بس المحل اللي فيه المعالي في ساحه اتيم باقي حبتين منه نحقوا عليهم، الكريم يفتح يبيض يشيل الخطوط الهالات السوداء تحت العين تصبغات واثار الحبوب. اللي هو اكليل الجبل والرز الياباني معروفه فوائدهم، سووا سيرش بروحكم. معروفات كيف يعالجون الشعر من اي مشاكل، خاصه انها عضويه يعني خاليه من السولفات، البرابين، السيليكون، ما في المواد الكيماويه اللي تحصلونها مثلا في الشامبوهات والسكن او الهير كير اللي يكون موجود في الجمعيات. غير بنات ممتازه فوق ما تتصورون، تعالج الشعر التالف، المحروق، المصبوغ، اللي مسوي له سحب لون، اللي مسوي له بروتين وانحرق، حتى الشعر المطاطي ترد له الروح تصير الشعر قويه ما تنقص بسعره، الشعر المتقصف يعالج التقصف من الاطراف، يشل النفشه اللي تصير من الرطوبه، يعني يخلي الشعر يبين حيوي كثيف وفي نفس الوقت فيه لمعه ونضاره. اما اللي تبغي ريلها يتخبل عليها يتينن على ريحتها، مخمريه الانوثه هذه بعد بنات باقي منها كم من قطعه وبتخلص سولد اوت، ما نقدر نرجع نوفر منها مره ثانيه والله. رهيبه اتعب وانا اقول لكم الريحه تذبح، تقتل انوثه طاغيه. ريلك لاحظك من مكان لمكان بترجعين عروس من اول وجديد، حتى علاقتكم مع بعض بتتحسن، بيتخبل عليك، الحقوا عليها بسرعه. اما المجموعه هذه عن خبره عقب ما جربت كل البراندات من اغلاها لين ارخصها بنات، اقوى مجموعه تبيض وتفتح المنطقه النسائيه الخاصه الحساسه من 5 إلى 7 درجات بطريقه امنه، يعني اذا وقفت استخدام ما ترجع تغمج المنطقه نهائيا او تسود، نتيجه البياض اللي توصلونها تقعد عندكم للابد بدون ما تحسس المنطقه او تهيجها. رهيبه فوق ما تتصورون، هذه الناس يشيلونها من عندي بالكراتين وما يكملون اسبوع يقولوا لي مروه النتيجه فظيعه ويجون ياخذون كميه زياده، يلحقوا عليها لان باقي عندي مجموعتين وبتخلص. بوكس العطور هذا الفرنسي اخاف اصور لكم اياه لانه يزعلون مني بنات الامارات وقطر، لانه سولد اوت في الامارات وفي قطر وش كثر يطلبونه مني، خلاص مخلص مو بيدي، باقي هني في عمان بوكسين منه بس، الروايح خيال والثبات عجيب بنات، وايد حلو وايد فخمه، روايح الصيفيه بارده تجنن كل واحد احلى من الثاني. قبل كان على 35 ريال، الحين على 15 ريال لان اخر اسبوع في خريف الظهر الحلو. السشوار هذا معروف اقوى واسرع عن سشوار الصالونات، يخلي الشعر كثيف حتى لو شعرك كان خصلتين، يخلي الشعر كثيف وسريع في دقيقتين تخلصين كل شعر، والحلو ايضا انه ما يضر حرارته، ما تضر الشعر نهائيا وما في صوت. عاده يكون على 35 ريال، مخليت لكم اياه الحين على 20 ريال. اما عندكم الجهاز الثاني هذا يكون فير اذا تبين تسوي شعرك ستريت سيده، وعندك اذا تبين تسوي شعرك كيرلي مموج مجعد، يعني كانت ماخذه 5 اجهزه في جهاز واحد. هذا في دايسون على 150 ريال عماني، هني عقب الخصم خليت لكم اياه ب 25 ريال عماني، فالسشوار مع الفير الجهازين مع بعض المفروض انهم 45 ريال عماني، باقي اخر 3 قطع في هذا العرض لاخر 3 بنات، الاثنين مع بعض راح يكونون على 35 ريال عماني بدل 45 ريال عماني. صوابين البنوتات غنية عن التعريف، عندكم صابونة الكركم للناس اللي عندهم حبوب في الظهر او الاكتاف، تشيل الحبوب واثار الحبوب، حتى اللي مسوي علامة تمسحهم بالكامل حتى في الادخال. عندكم صابونة حليب الحمار تفتيح تبييض الجسم بالكامل، تفتح تخلي صدق الجسم بياض الثلج، وخاصة اللي عندهم سواد في الركب والاكواع او الحروق، فظيعة كيف تشيل كل شيء حتى علامات الحروق، وتخفف حتى اثار عمليات التجميل او الخياطة الجراحة. وعندكم هذه اللي هي بالحبة السوداء وحبة البركة، نظارة وشد للوجه رهيبة بنات ممتازة، قبل الصابون على 5 ريالات الحين 3 ريالات فقط الحبوب. مستانسة واخيرا وصلت طلبيتي كريم الريتينول، ما اقدر اعيش بدونه، ما يحتاج اقول لكم عن فوائده، دخلوا بروحكم النت وشوفوا حتى الاجانب اللي ما يمدحون شيء وما يعيبهم شيء وما يستخدمون اي شيء حق وجههم، شوفوا شو يقولون عنه، فظيع هذا الاختراع ما اقدر اعيش بدونه. كنت زعلانه انه ما حصلت منه في صلاله الاصلي، فالحمد لله شكرا والله لمحل لمسة جمال لانهم وصلوا لي اياهم، المحل اللي اتعامل معهم في مسقط جابوا لي اياه لين صلاله، عندهم توصيل كل مكان بنات. هذا الكريم فظيع، اللي عندها حبوب يشل الحبوب يمسحها يخفيها، اللي عندها آثار حبوب يخفيها حتى البقع الداكنة، والأهم من هذا شفت اللي عندها مسام واسع أو فتح
شي كأنه نقوط، كأنه حفر، يخوزهن. تخيلوا انه يضيق المسام ويقشر تقشير علاجي طبي خفيف ما يضر، ويشيل كل هذه الفتح او المسام. يسمونه جلد الدجاجة التشيكن سكن، او يسمونه حتى جلد البرتقالة اللي يكون شي حبوب كأنه مخبل. يصفي البشرة، يفلترها، يخليها مصقولة على مستوى واحد. خطير، اقروا عنه. طبعا برا كل مكان يبيعونه ب10 ريال. في محل لمسة جمال بنات سويت لكم عرض ب7.5. الحق بسرعة. وخذت من عندهم بعد بنوتات الصابونة اليابانية هذه كوجي سان، معروفة وايد معروفة لأن فيها حمض الكوجيك وفيها زيوت الجوز الهند والفيتامينز. معروفين اليابانيين ما يسوون أي شيء عبث. هاي الصابونة عندهم علاجية تنباع في الصيدليات، رهيبة، بس بشرط لازم تاخذون الاصلي منها. فانا اخذها من محل لمسة جمال نفس ما قلت لكم، اساسا اسعارهم اقل عن برا، يعني يبيعون ال3 صوابين مع بعض ب3 ريال، برا ب5 ريال. ممتازه بنات، اتعب وانا اقول لكم ممتازه. الصابونه اللي صورت لكم اياها في محلي تفتيح وتبييض للجسم وتشيل اثار حبوب الجسم. هذه للوي، تشيل آثار الحبوب والحبوب من الوجه، تخلي الوجه مفلتر قطعة واحدة، وتساعد أيضا في تضييق المسام، الحفر، تصقل البشرة. وأهم نقطة إنها صدق تفتح وتبيض بطريقة خيالية مو مزح. تفتح الوجه وتبيضه وايد 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 بنات، قسما بالله أول يوم بيبين معاك النتيجة كيف طر سحر.